يا بنتي في حد يرفض فرصة زي دي؟ امال بهدلتك في البروفات والورش وكل الفلوس اللي بتصرفيها، لو مش عشان تاخدي فرصتك والناس تعرفك وتشتغلي وتقبضي فلوس هتكون عشان ايه؟ عشان نفسي، عشان انبساطي. اوعي تفتكري اني بعمل كل دوت عشان ابقى مشهوره. انا اصلا دخلت المجال ده بترتيب من عند ربنا. ما تبصليش كده، انا مش مصدقه ان في حاجه اسمها صدفه. كل حاجه بتحصل في حياتنا بترتيب من عند ربنا. هو اللي بدأ معايا المشوار دوت وما سابنيش من ساعه ما بدأت، وماشي معايا خطوه بخطوه مادام انا مسلمات دفه. هو اللي اداني الموهبه، وهو وحده اللي هيقدر يساعدني ازاي استخدمها من غير مهنه، وهيحاسبني حساب عسير قوي لو اسأت استخدامها. مش هقول انه هيسحبها مني، لكن مش هيبارك في اللي انا بعمله. وبعدين الشهرة اللي انتي شايفاها فرصة وحاجة حلوة قوي، انا بالنسبة لي حمل تقيل. حمل تقيل ايه؟ ده فيلم رعب. عارفة يعني ايه كل حاجة في حياتك تبقى مكشوفة كده للناس لمجرد انك تحت الاضواء؟ يعني موضوع الخلافات الشخصية والمشاكل والحاجات العادية اللي احنا بنمر بيها دي، لا دي رفاهية. ليه؟ لانك نجمة وانتي تحت الاضواء، والاضواء كشفة كل العيوب، فلازم تكوني كاملة وما فيكيش عيب عشان الناس ما تقطعش فيكي. انا التمثيل بالنسبة لي تنفيسة، فرصة اقدر اعيش من خلاله حاجات ومشاعر ما اقدرش اعيشها في الواقع. لو دور رومانسي بتعيش مشاعر حب صادقة وحلوة ممكن ما تعيشهاش هنا في الدنيا دي. انت عارفة في ناس ممكن ترتبط مخصوص عشان تعيش حالة الحب ديت. اهو على الاقل انا واللي معايا سواء كنا على المسرح او قدام كاميرا او حتى ورا المايك عارفين ان احنا الاتنين بنمثل، يعني محدش فينا بيضحك على التاني. ولو الدور دراما فبتبقى فرصة بقى تخرجي كل الشجن والعياط وكل حاجة تعباكي ومحوشاها جواكي، عشان على أرض الواقع ما ينفعش توجع يا منصور، لازم تكون جاوي طول الوقت. الانهيار في عالمنا دوت رفاهية مش للي زينا. ولو دور كوميدي بقى ودمه خفيف يا سلام، اهو الواحد يتبسط له شويه بدل ما الهم كده كاتم على قلبه وهيموته. الفرح بيطول العمر كده وبيخلي الناس شباب، وانا مش عايزه اعجز بدري. حتى لو دور شر بيبقى عندك فرصه تخرجي الحته الضلمه اللي جواكي، بس بدل ما تخرج على الناس حواليكي وتأذيهم بتخرج في التمثيل. انت عارفه انا لما باخد دور سايكو بحس كأني بطرد السم اللي جوه روحي. عارفة انك ممكن تشوفيني مجنونة، بس هو الفن بالنسبة لي كده، التمثيل بالنسبة لي كده رحمة من عند ربنا، خلقه علشان تتخلصي من السموم اللي ساكنة روحك وممكن تصيبها وسط زحمة الحياة. التمثيل ربنا بيستخدمه علشان يفكرنا اننا لسه بني ادمين، بنحب ونفرح، نضحك ونحزن، نعيط ونغضب. ما تحولناش لمكن، الحياة ما فرمتش كل حاجة جوانا، لسه احنا بني ادمين وعندنا مشاعر واحاسيس ما اتفرمتش في مفرمة الحياة. باختصار انا ما عنديش استعداد اضحي بكل ده عشان خاطر الشهرة والفلوس. انا بيها اي حاجة مقابل سلامة نفسي وراحة بالي.